وبعدين لقيت السنه بتخلص فقلت اعمل اخر فيديو في السنه اتكلم فيه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات عن البرودكتس المصريه التحفه جدا اللي انا جربتها، وفي حاجات عجبتني وفي حاجات ما عجبتنيش. هنتكلم. هبدا بس بالحاجات اللي عجبتني عشان الحاجات اللي عجبتني انا كنت مبهوره بيها ومتضايقه جدا جدا ان انا ما جربتهاش من قبل كده. هبدا باكتر حاجه مبهره في حياتي واكتر حاجه بحبها في الدنيا، بس دي انا ما جربتهاش عشان المقاطعه، دي انا جربتها قبل المقاطعه وطبعا مكمله معايا. دي انا جبتها عشان ناس كتير جدا كانت بتريكومندها، وكان ناس كتير جدا بيتكلموا عن ثبات الريحه وعن فظاعه الريحه، فدورت عليها عشان اعرف هي موجوده فين لغايه لما عرفت هي بتتباع فين. سولان مور، هي دي فاضيه، ها دي فاضيه عشان انا لسه مخلصاها. دي سولان مور فانيلا ليس. انا اصلا ما بحبش يعني ماليش قوي في الفانيلا، حتى في فيكتوريا سيكريت اما جبتش الفانيلا تقريبا، مش فاكره ان انا جبتها، انا فاكره صحابي مثلا امنيه كانت بتجيبها، بس انا عمري ما اشتريت حاجه فانيلا. بس دي بقى رحت جربتها ريحتها تحفه فظيعه، ودي تاني مره يعني دي تاني واحده اجيبها ومستنيه السالري ينزل عشان هروح اجيب تاني. دي براند مصريه اسمها سولان مور، عشان عايزه اجيب دي تاني وعايزه كمان اجرب الريد فورست، وعايزه اجرب جنبها الريد فورست علشان ات واز ريكومندد باي مس ارورا على انستغرام. لو حد عارفها دي انا بموت فيها، مس ارورا اي لاف يو. المهم برضو مس ارورا دي انا بصدقها في اي حاجه بتقول، يعني لو قالت لي روحي اشتري اي هروح اشتري لاي حاجه اللي هي قالت عليها، عشان هي بجد شيز تو اونست. يعني حتى الحاجه الوحشه بتعمل فيديو كده مخصوص عشان تقول الحاجه دي مقرفه يا جماعه محدش يشتريها. فانا بصدقها جدا، وبجد اي ريكومنديشن هي عملته اي حاجه انا اشتريتها it was recommended by her، لا تحفه بجد. I trust her with my everything. بس ده بصراحه ما it was not recommended by her. يعني ده بعد ما انا اشتريته هي بدات تعمل فيديوز عنه. ودي بقى برضو اتكلمت عن ان ريحتها تحفه واتكلمت عن كل حاجه، بس ما اتكلمتش عن اهم حاجه فيها، ان هي بتثبت ما بتتحركش من مكانها. يعني انا لو رشيتها على الهدوم هتفضل موجوده في الهدوم لغايه ما الهدوم تتغسل. نفس الكلام على فكره على الجلد، يعني حتى لما ممكن اغسل ايدي او حاجه بس مش بالصابون، يعني تو بي اونست لو غسلت بالصابون الريحه بتروح، او انا اللي ما ببقاش شماها على نفسي. انا سمعت ان في روايح لما بتفضل حاططها وقت طويل الناس اللي حواليك ممكن تبقى شمينها بس انت ما بتبقاش شاممها على نفسك، وده فعلا بيحصل. يعني انا ببقى خلاص بقعد اعمل كده عشان اشم الريحه دي، والناس يعني انا ما ببقاش شماها على نفسي، بس بلاقي ناس بيقولوا لي الله ريحتك حلوه مش عارفه ايه واللي انت حاطاه وبجد انا I got lots of compliments because of this. يعني انا يعني ناس كتير جدا بيسالوني ريحتك حلوه، والله العظيم وحياه ربنا انا كنت في العربيه وفي واحده كانت راكبه ورايا قالت لي انت ريحتك حلوه قوي، انت حاطه ايه، واخدت مني اسمها وصورتها وكل حاجه. بجد ريحتها تحفه هايلي ريكومند. موجوده فين بقى؟ ممكن تطلبوها اونلاين، بس تجربه الاونلاين معاهم ما كانتش احسن حاجه بصراحه، لان انا طلبت ميست العمر. الميست اللي انا طلبته العمر ريحته عامل شبه، انا مش عارفه ريحته عامل شبه ايه، بس هو لما حد يبقى معدي كده وبعدين نلف كتير كده ندور الريحه دي جايه منين، هي ريحتها كده على الوود على الماسك، الحاجات التحفه دي جامده جدا. المهم يعني ان انا لما جيت اطلب لعمر البودي ميست الرجالي بتاعهم، تجربه الاونلاين كانت زي الزفت اصلا. يعني انا كنت طالباها يوم الجمعه، فالمفروض انه الجمعه والسبت اجازه توصل لي لحد، يعني مثلا لو 48 ساعه هتوصل، بعد 48 ساعه توصل لي لحد، توصل لي الاثنين. انا كنت عامله معاها ان هي ماكسيمم علشان دي كانت هديه عيد ميلادي، ما وصلتش للاسف، ووصلت لي بعدها بيومين، يعني وصلت لي يوم الاربعاء. يعني انا طلبتها الجمعه وصلت لي يوم الاربعاء. المشكله بقى ان بتاع الدليفري اتصل بيا، اصلا كان رايح عنوان تاني لان نفس اسم الشارع بس موجود في منطقه تانية خالص. لما عرف ان العنوان اللي هو رايحه غلط قال طب خلاص انا هجيب لكم الاوردر بكره. جه بكره لقيته برده ما جاش ولا اتصل، فاتصلت بيه قلت له طيب ممكن تجيبها لي في شغلي، يعني لو شغلي قريب منك هاتها لي في شغلي. قال لي ماشي خلاص هجيبها لك في شغلي وبكره، وقلت له هبقى موجوده الساعه كذا وتعالى لي وانا هبقى موجوده هناك. ماشي لقيته بيتصل بيا الساعه 10 الصبح بيقول لي خلاص انا جاي لك، انا هجيبها لك البيت. فاللي هو ايه بقى انا ما اعرفش ايه المشكله اللي حصلت، بس انا تجربه الاونلاين بتاعتهم صراحه ما كانتش احسن حاجه، وانا اصلا ما بحبش اطلب حاجه اونلاين، فبجد ما اتبسطتش خالص. موجودين فين بقى لو عايزين تشتروهم؟ موجودين في مايلي اللي في سيتي سنتر في وش ماكس اي ثينك. خدت وقت طويل قوي بتكلم عليه بس من كتر ما انا بحبها انا رايحه جايه بعمل لها اعلانات. اي حد يقول يا جماعه البادي ميست مين عشان المقاطعه ومش عشان المقاطعه اقول له هو ده. بما اني بدات الكلام واتكلمت عن البادي ميست الاول، نكمل بقى في النظافه. والتاني حاجه جربتها and this one was recommended by Miss Aurora deodorant collagra. oh my god. انا الفكره كلها ان هي اول ما عملت الفيديو بتريكومند كولاجرا، الكلام ده برده كان قبل المقاطعه، فكانت بتريكومند كولاجرا، كانت بتقول انه عايزه حاجه مش بس تضيع ريحه عرق، خلي فيه ريحه حلوه. فانا خلاص اشتريت، انا سمعت الكلمتين دول اشتريت. قالت انه هي اللي جربته كان بالكوتن كاندي، دي برده براند مصريه، وريحتها هي دي مش كوتن كاندي، هي حاجه تانية اي ثينك فلاور او حاجه كده اسمها الدر روز. اعتقد ان دي كمان احلى من الكوتن كاندي، قمر وتحفه وبجد it does everything it says. المفروض ان هي دي عندها تو افكتس اللي هم بتفتح وما بتعملش ريحه عرق، ده غير ان هي بتعمل بجد ريحه تحفه. ماشي دي
المفروض ان هي فيها 2 افكتس بس، وكان في واحده ثانيه فيها ثيرد افكت هي بتبطئ الهير جروث. هي غالبا مش بتتباع لوحدها، دايما بتتباع في اوفر، يعني بيبقى اوفر فيه 2. انا لما اشتريت الاوفر 2 ب 200، والواحده فيهم قعدت معايا شهر. الاثنين لا مش ب 200 يا ربي، ب 175. اللي كانت ب 200 الثانيه اللي بتبطئ الهير جروث، لكن دي كانت ب 175 الاثنين. حاجه كمان اشتريتها because it was recommended by Miss Aurora الشان ليب بوم. ثاني الحركه بتاعت بحب اعمل الحركه دي جدا، ما هي مش جايبه نتيجه بس انا بحب اعملها عشان اللمبه هنا. فشان ليب هو انا ممكن ابدا اجهز لان انا خلاص اصلا شويه ونازله، فانا ممكن ابدا. برضو it does exactly what it says. بيرطب ما بيفتحش. انا مش حاسه ان هو بيفتح لان انا عندي غمقان بسبب ان انا بشرب قهوه كتير جدا وبعض بقي كتير، يعني اول ما اتعصب ابدا اعض بقي واكل بقى السكين اللي حواليه، فانا عندي غمقان. فلا هي ما فتحتش الغمقان بس بترطب كويس جدا. بحط فوقيها اي مات ليبستيك بيبقى شكله فريش كده، مش بيبقى شكله مش عارفه اسمه، مش بيبقى شكله ناشف كده اكن ما بشربش ميه بقالي اسبوع، لا بيبقى شكلي مترطب وشكلها حلو. كمان ان هي دي المفروض بالكوكو باتر، شفت ان نزل منها بالبري. طبعا هجربها اول ما دي تخلص، هروح اشتري اللي بس عشان انا عندي 6000 ليب بوم في الدرج، فانا مش هشتري حاجات تانية غير لما اخلص اللي عندي الاول. نبدا نجهز بقى من ورا واحنا بنتكلم كده، عشان انا بحب احط الشان ليب بوم الاول وبعدين احط عليها الليبستيك. وانا لما بتفرج على حد بيعمل الحركه دي بشوف الناس بتمسح الليب بوم وبعدين بيحطوا الليبستيك، لا انا مش بعمل كده، انا بحطه فوقيه. وعلى فكره بقى بيثبت بجد الليبستيك طول اليوم. يعني هو الليبستيك اصلا اللي انا بستخدمه سيبال، وده كنت اتكلمت عليه قبل كده، دي براند مصريه برده وحاجاتها كلها تحفه. سيبلات اللي انا جربتهم، اول واحد ده بيخلص خلاص برده ومستنيه السالري عشان اجيب غيره. ده الشيد بتاعه 306 اولد لايلاك، قمر وتحفه. سيبلك اللي انا بحبها برده اهو. تاني واحد جربته ده 312 فيفيد برجندي، بيدي على نبيتي كده لما بحط. الاثنين دول مات. ده بقى كريمي درجته 7 اسمه كولر شوب. ده انا بقى هوريكم دلوقتي انا بعمل ايه. بحط ده الاول وبعدين بحط عليه اللايلاك، بيعملوا درجه قمر تحفه. هحط دلوقتي ثواني بس لما الدنيا تهدى كده وبقي يبدا يترطب هحط الاثنين وهوريكم كل حاجه. بما ان السولان مور خلصت فانا رجعت استخدم ده. هو انا كنت جبته وبعدين نسيته لما جبت سولان مور، وبعدين افتكرته لما خلصت ان انا استخدمه. ده يا جماعه اشتريته من روجادا، وانا اشتريت ده معاه. انا كنت مشتريه تقريبا بقى 5 شهور حاجه كده يعني، واستخدمت كتير منه وبعد كده نسيته. اول اشتريت سولان مور تاني. هو ريحته فلاوري وريحته متقلده من حاجه، هو ريحته حلوه جدا بس ريحته مش ثابته، ببقى شامه فيها ريحه كحول جامده جدا في الاول. بعد كده لما بتهدى شويه ممكن بقى تشموا على الهدوم ريحه الفلاور. هي اسمها تشيري بلوسم، هي حلوه جدا. كنت جايباها ب 150 جنيه. فهي نسيت اقول لكم سعر سولان مور بسعر الصغنونه دي ب 220 جنيه. اوقات بيعملوا عليها سيل، والسيل على فكره بيبقى موجود في مايلي وموجود على الويب سايت، وبيعملوا بقى سيل بقى 20%. وممكن بقى تدوروا على الكودز بتاعت الانفلونسرز وتستخدموها لو انتوا هتطلبوها. الشان ليب بوم كنت جايباها ب 80 جنيه. في المرطبات كيرن مور. انا بحب كيرن مور وبحب حاجه كيرن مور من قبل المقاطعه بكتير جدا. حاجتهم كلها حلوه جدا، ريحتها حلوه جدا بس ترطيبها ضعيف. هي يعني اسعارها بالنسبه لاسعارها ترطيبها كويس. هي ب 25 جنيه. اول ما نزلت كانت ب 18 جنيه وبعدين دلوقتي اعتقد ب 25 داخله على 30 حاجه كده. بس ده انا كنت جايبها ب 25 جنيه. ده ريحته تروبيكال، ريحته على اناناس. في واحده ثانيه ريحتها تشيز كيك حلوه قوي. في واحده ثانيه ريحتها برده كوكو باتر حلوه جدا. الشاور جل اللي اتكلمت عليه مرارا وتكرارا واتكلمت عليه فيديو قبل كده، ايفا اسمه. ده شاور كريم مش شاور جل. فظيع، تحفه، ترطيب، نظافه. ودلوقتي 60 جنيه 57 او 60 جنيه. طيب قبل ما اكمل يلا بينا نحط الليبستيك الاول اللي هو كريمي ليبستيك. ماشي، هو لونه تو ماتش ولونه مش بيليق على السكين تون بتاعتي، بس يعني تراست ذا بروسيس. كلاون ثواني، اي دو لوك لايك ا كلاون بس والله تراست ذا. اوكي حطينا ده، نسيبه يهدى شويه. هنحط بقى برايت اند شاين لايك دايموند، يبقى نحط احمر. غير كده ما لا، لكن فوشياكا وبوشياكا والحاجات دي لا خالص. خلاص استنينا بقى ان هو يهدي شويه اللي هو الكريمي. نحط بقى عليه المات اللي هو اللايلاك ده. ثانيه واحده بيطفي بقى، شايفين ايه على درجه ايه؟ سي ده ماجيك بيقلب على درجه بينك. بدور عليها يعني، ده انا لو الاقيه اشتريه. ده غير ان هو زي ما هو كده بيفضل ثابت طول اليوم. ليه بقى؟ بسبب ان انا حاطه تحته الشان ليب بوم. لو مش حاطه تحته الليب بوم بيجي على نص اليوم كده وبيبدا ينشف جامد وممكن بقى يروح خالص. اكلت شربت لكيت شرحت عملت اللي عملته بيفضل زي قبل بقى ما اكمل كلام. الحاجه المهمه جدا جدا برضو، اعتقد ان انا قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات وانا بعمل الكوفي. امريكان كوفي بقيت بجيبها من البن البرازيلي بدل ابو عوف، وتحفه احلى بكتير من ابو عوف على فكره بتاعت البن البرازيلي. والان نجم الحفله وكل حاجه، اجمد براند جربتها الحاجه عرفه. الحاجه عرفه وجمال الحاجه، يعني تسلم ايد الحاجه عرفه وعيال. قبل ما اشتري دول برضو قعدت دورت على ريفيوز وسالت ناس. في ناس قالوا لي ان هو ما بيجيش معاهم، وفي ناس قالوا لي ان هو بيجي معاهم، وفي ريفيوز قالت انه
هو كويس وفي ريفيوز قالت ان هو مش كويس، بس انا ما كانش عندي اوبشن تاني لان انا خلاص يعني محتاجه شامبو كونديشنر ضروري، وكل الحاجات اللي انا بستخدمها كلها للاسف مقاطعه. فقلت تاخد الريسك يا شهير، ناخد الريسك. رحت اخده الريسك يا شهير. انا شعري دهني، بس قلت ان انا لو جبت الشامبو بتاع الشعر الدهني، فقلت اجيب الشامبو بتاع الشعر الجاف علشان يرطب ما ينشفش. فاهمين حاجه؟ حسيت ان الشامبو بتاع الشعر الدهني ده انا لو اشتريته هيبقى يا بينشف جامد قوي قوي، انا مش عايزه كده خالص، يا مثلا خفيف جدا فما بينضفش. وانا جربت الحاجات دي وجربت الحاجات اللي من غير بقى اسمه ايه، فوسفات ولا اسمه ايه، الحاجات اللي من غير اسفلت مش عارفه اسمه ايه البتاع اللي بيعمل الفوم، ثواني، سولفيت بارابين وسولفيت. اوكي، فانا الحاجات اللي ما فيهاش بارابين وسولفيت بنسبه كبيره، او الحاجات اللي ما بتعملش رغوه ما بتنضفش اصلا. وانا جربت كده ببندولين ما كانش بينضف لي شعري خالص، يعني كان بيرطب وكل حاجه بس ما كانش بينضف. ورحت اشتريت شامبو الحاجه عرفه بتاع الشعر العادي والجاف، وفي جوجوبا اويل، كوكونات اويل، وروزماري اويل، بينضف ويرطب ويلمع روايح حاجه الحاجه عرفه. انا مش عارفه، جمال وشياكه واناقه ومنتهى التحفه، والباكجينج ابن ناس بطريقه. ده بالنسبه للشامبو، ريحته حلوه جدا. وبعد ما بغسل شعري بحس ان انا خلاص بعد ما غسلت شعري، عارفين لما تغسلوا شعركم وبعدين تنزلوا الشامبو كله من شعركم وتحسوا بقى ان شعركم ناشف؟ لا، ده ما حصلش كده. كنت حاسه ان هو مترطب، يعني هو نضيف وكل الشامبو نزل منه بس مترطب، عامل كده. الكونديشنر ضعيف برده، ريحته تحفه والباكجينج تحفه وكل حاجه والدنيا جميله. وفي جوجوبا اويل وارجان اويل، ريحته حلوه وبيرطب وجميل. الكويس ان ده مش بينشف، فان الترطيب ده ضعيف مش مؤثر قوي، بس الاثنين مع بعض حلوين جدا واستخدامهم تحفه. بقى انا لما اشتريتهم رحت اشتريتهم من فرع الحاجه عرفه اللي في سموحه، الواحد منهم ب 90. جربت ايه تاني من الحاجه عرفه، بس للاسف مش هعرف اوريها لكم لان هم في التويليت دلوقتي. صابون، او ماي جاد على جمال ودلال الصابون. طلع لي حبوب كتير جدا. ليه بقى طلع لي حبوب كتير جدا؟ بسبب فيس ووش معفن استخدمته، هقول لكم عليه في اخر الفيديو. فوشي وانا كبيره كده كان وشي مليان حبوب صغيره وحبوب كبيره وحاجات، وانا اصلا يعني بطل يطلع لي حبوب من زمان. انا تعبانه على الوش ده انه يبطل يطلع فيه حبوب، فبطلت استخدام الوش اللي انا استخدمته ده وقلت اجرب الصابون بتاع الحبوب. اشتريت في الاول صابونه القهوه علشان قالوا لي ان هي بتفتح وبتنظف برده، يعني شغلتها ان هي بتنظف، فهي فعلا بتنظف بس ما بتفتح، الحق يقال. كنت رايحه على اساس ان انا اشتري صابونه الفحم لان انا سمعت ان صابونه الفحم هي اللي بتفتح. اللي واقف يساعدني وانا بشتري قال لي ان القهوه والفحم الاثنين بيفتحوا، بس الفحم مش موجوده فخدي القهوه لان الفحم مش بتفتح، الفحم بتوحد لون البشره. فما ايش ما هي بتفتح، بس ماشي. قلت مش مشكله، كده كده القهوه كويسه وبتجيب نتيجه كويسه. اشتريت القهوه، ريحت لي الحبوب شويه والدنيا كانت حلوه جدا، بس هي ما فتحتش. تمام، ادي صابونه القهوه، هحط لكم صورتها هنا لان انا مش هوريكم الصابونه لان هي حالتها مزريه. وبعدين بعدها بشويه اشتريت صابونه التي 3 دي اللي بجد بقى ضيعت الحبوب جدا وبتنظف وبتظبط كل حاجه. فانا اللي انا بعمله ان انا الصبح بغسل وشي بصابونه التي 3، وبالليل اخر اليوم بعد ما برجع بالفرشه كده وبنضف وشي بقى بالقهوه. ما بتفتحش بس بتنضف كويس، ووشي الحمد لله الحمد لله هدي جدا. لسه في شويه حبوب، الحمد لله اهدى بكتير من الفتره اللي استخدمت فيها الغسول المعفن ده هقول لكم عليه. خلاص برده ادي صوره صابونه التي 3. صابونه القهوه كنت جايباها في وقت فيه سيل فكانت ب 40 جنيه. صابونه التي 3 كان السيل خلص فجبتها ب 50 جنيه، واعتقد ان هي دلوقتي ب 50 جنيه موجوده زي ما هي. ممكن تطلبوها على الويب سايت وممكن تروحوا تجيبوها من فرع الحاج عارفه اللي في اسكندريه. خلصنا دول، يلا بينا بقى على القمر ده، الفستان. انا ده من ساعه ما شفت اسعاد يونس بتحطه على ايديها كده وانا مجنن امي هتجن عليه خلاص. انا طبعا ما بحطش التنت على وشي لان انا جالي ترومبه من التنت اللي عندي اللي هو اسمه دير دارلينج. لو حطيته النقطه كده فخلاص بتنشف، فحتى لو عملت كده بالفرشه بلاقي نقط، فانا ما بعملش كده خلاص. هو ده ما بيعملش كده على وبيرطب وما بينشفش احي. ده التنت لونه احمر مكتوب عليه دم الغزال، بس يعني بس اجنورت عشان انا بقرف. لا انا مش عارفه اعمل ايه اكتر من كده عنه، ما فوكس الصراحه. المهم ان انا بعمل كده وبروح حاطاه على الفرشه. اوكي، انا حطيت كتير على الفرشه فانا هحاول اعمل كده عشان ايه ما اقلبش كلاون اكتر من الكلاون اللي انا فيه. شايفين الحلاوه والروعه. love I'm in love I am in love with this product. وخلاص كده هيفضل ثابت طول اليوم، وهيفضل القمر زي ما هو كده طول اليوم، ولا هيتغير ولا هينشف الوش ولا اي حاجه. انا بتوضى كتير فانا ممكن يعني لو اتوضيت، لو غسلت وشي، لو مسحت وشي بمنديل ممكن يخف. ممكن اشوف المنديل ان طالع احمر بس مش بيروح خالص، يعني برجع بيه باخر اليوم زي ما هو عادي. لوك ات ذس قمر كوين تحفه، قمر يا خروسي. حياه ربنا انا كنت بتفرج على الفيديو وبعدين انا شفت اسعاد يونس بتفتح كده الفيديو لما كانت مستضيفه الناس بتوع الحاجه عرفه، فتحته كده وراحت حاطاه على ايديها وراحت عامله كده. قلت بس هو ده انا محتاجه ده في حياتي. في ايه بقى مكوناته؟ زيت روزماري، فيتامين اي، جليسرين، لانت ايمالجين، حمض الستريك، عطر طبيعي، لون غذائي، بوتاسيوم سوربات.
مش مشكله، اللي احنا فهمناه اللي احنا ما فهمناهوش. اللي فهمناه ان هو فيه فيتامين اي وفي جليسرين وفي زيت روزماري، الحاجات دي كلها بترطب وتحمر وتخلي الدنيا حلوه. مكتوب عليه انه طريقه الاستخدام ان احنا نحطه على الخدود وعلى الرجلين بما انه هو وبعدين نغسله كويس بالميه. انا ما بعملش كده، انا بسيبه على وشي اكنه بلاشر وبستخدمه وقمر انا مبسوطه بيه جدا زي ما هو كده وحباه جدا زي ما. بصوا بقى الحاجات الغبيه اللي انا بعملها الدنيا بتبقى شكلها حلو، لازم اروح اعمل حاجه غبيه مبوظه الدنيا. طيب نيجي بقى للقرف اللي انا استخدمته وبوظ لي وشي، مع ان الناس بتكتب فيه شعر. اقول لكم نوع بشرتي الاول قبل ما اقول لكم ايه هو البرودكت المعفن، عشان الناس اللي شبهي انا وشي حساس ميكست دهني جاف، بشرتي حساسه جدا جدا، فمش اي حاجه بتنفع معايا. انا جربت البيدا ستارفل، المفروض ان هو مكتوب عليه ان هو بالتي تري اويل وانتي بكتيريا وان هو بينظف وان هو تيستد فور اويلي اند اكني برون سكين، يعني هو متجرب على الناس اللي بشرتهم حساسه، لا مش اللي بشرتهم حساسه، متجرب على الناس اللي بشرتهم دهنيه ومعرضه للحبوب. برافو ميرو. يعني اول مره استخدمته كان حلو جدا واتبسطت بيه وقلت الحمد لله ما طلعش وحش زي ما انا كنت متخيله. تاني مره استخدمته على طول بدات بقى تطلع لي حبوب ما علينا. المهم ان انا استخدمته مرتين 3 وجريت على الحاج عرفه، جبت الصابون اللي انا قلت لكم عليه. انا مش عارفه اصلا كل ده خلص في ايه وانا ما بجد استخدمته مرتين 3. هو تقريبا عشان انا هزيت البتاع كتير، ما علينا. المهم ان هو ما جاش معايا خالص خالص خالص، ودي بجد اوحش حاجه مصريه استخدمتها. في نهايه هذا الفيديو احب اشكر كل الشركات المصريه اللي عملت الانتاج التحفه ده. في حاجه كمان على فكره حلوه جدا، انا مش هتكلم على السبيروس باتوسا لان هي ما بتبقاش موجوده، بس السبيروس باتوسا الاناناس حلوه قوي، التفاح مش عاجباني قوي بس قشطه، الليمون اللي لونها اخضر اللي عامله شبه السبرايت دي بجد احسن حاجه عنده، والخوخ. الفي 7 بقى جربت منها الاناناس بس وجربت منها البينا كولا. الاناناس بس وحشه قوي، مقرفه، طعمها علبه كرتون مقرفه. البينا كولادا هي اللي جميله حلوه جدا، فلو هتشتروا حاجه من في 7 اشتروا البينا كولادا. وسمعت كمان ان نزل منها السودا اللي هي شبه البيبسي، دي برده لسه ما جربتهاش لان انا ما شفتهاش في اي حاجه. اتمنى بقى الشركات المحترمه دي تعمل لي حاجه شبه البرال كده، لان انا كنت مدمنه برال وبشرب برال كتير عشان بيريحني معدتي، فلو سمحتوا اعملوا لنا حاجه شبه البرال وتكون طعمها حلو، لان انا جربت السنابس. ثانيه واحده علشان دي كانت تروماتايزنج اكسبيرينس. سنابس دي بجد زي القرف، وحشه قوي. انا قلبتها، يعني انا اشتريت الكان بتاعت السنابس وهي كان كبيره كده، لقيتها شعير بس من غير اي حاجه، فانا محتاجه حاجه كده. اشتريتها وكان طعمها مقرف وقلبتها كلها رميتها. اوكي انا وعمر، مش انا لوحدي، انا وعمر. بمناسبه عمر اكسسوارز، شايفين البطيخ عمر هيحبني قوي والله. عمر اكسسوارز يو كان اوردر اني ثينج، الحاجه ممكن تبقى كاستمايز، ممكن تطلبوا اللي انتوا عايزينه، ممكن تبعتوا له صوره وهو ينفذ لكم الحاجات اللي انتوا عايزينها. بس يعني طبعا الشغل بعد الامتحانات، لان احنا عندنا امتحانات دلوقتي، بعد ما نخلص الامتحانات هنبدا نستقبل اوردرز تاني. ثانك يو. بس كده المفروض ان انا بقى ابدا اجهز عشان انزل. عندي النهارده يوم حلو جدا وهعمل حاجات كتير حلوه وهدخل سينما. انا بقالي كتير قوي ما دخلتش سينما، كتير قوي. انا اول ما شفت ان اكوامان موجود في السينما انا بعت لصاحبتي قلت لها يلا يعني يلا. بس كده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وهتلاقوا كل السوشيال ميديا بتاعتي، اعملوا لي فولو وسبسكرايب واي حاجه. استنوا الفيديو الجاي. بس كده باي.